ايس كوفي سريع بثلاث مكونات بس. اشهر مشروب في ستاربكس. حاجة كده منعشة ولذيذة جدا ومناسبة للجو الحار اللي احنا فيه ده. تعالوا نعمل مع بعض الايس كوفي. اول حاجة هنجيب قهوة سريعة الذوبان، او هنجيب نسكافيه بلاك. ممكن كمان نسكافيه فارت. بيبقى رخيص جدا. حاجة مش مكلفة، ولو جبناها من بره من الكافيهات بتكون بمبلغ. بعد كده هحط معلقتين سكر او على حسب السكر اللي انت بتشربيه قد ايه. ويفضل ان هو يكون السكر ناعم علشان يدوب معايا على طول. وبحط معلقة مية. وبقلب فيه، بضربه بالمضرب او بالهاند بلندر او اي حاجة، ممكن بمعلقة كمان، ونفضل نضرب فيه لحد ما يدينا القوام ده اللي هو بيكون كريمي كده زي الكريم شانتيه. بعد كده بجيبها. انا حطيت عليها كمان كوبايه ميه وضربتها بالمضرب علشان اخففها شويه، علشان لما انزل بيها في الكوبايه ما اضطرش ان انا اقعد اقلب فيها كتير. بس كده جبت الكوبايه بتاعتي او الكاس او ايا كانت بتشربيها في ايه. وبعد كده هجيب كوبايه لبن تكون ساقعه، ساقعه جدا، انا مطلعاها من الفريزر عشان مش عايزه احط تلج. بعد كده فضلت اقلب في النسكافيه شويه ونزلت على اللبن. طبعا هو محلى اصلا، مش محتاج بقى ان انا احط سكر تاني او اي حاجه. ممكن اضيف عليه اي حاجه انا حباها، ممكن صوص كراميل، ممكن كريم شانتيه، اي حاجه بقى انا حباها. بس انا حبيت اوريكم ابسط المكونات اللي انا ممكن اعمل بيها حاجه كده. بجد منعشه، بتفوق في الجو الحر ده، وكمان بتبقى ساقعه ولذيذه جدا. جربوها وبجد مش هتندموا. بصوا اصلا شكل الطبقات بتاعتها، وكمان ما بتبقاش تقيلة. ممكن بقى نحط تلج، ممكن نزود كمان كمية اللبن، ممكن نقللها على حسب انت بتشربي القهوة بتكون تقيلة او خفيفة. انا حطيت 3/4 لبن وبس شوية مية، يعني شوية حاجة بسيطة قوي اللي كانت مية، يعني معلقتين مية. ما استخدمتش حاجات كتير يعني. بس كده شوفوا شوفوا شكلها عامل ازاي. بجد لو بنطلبها من بره بتكون بمبلغ ومكلفة جدا. فاحنا ممكن نعملها في البيت بأبسط الطرق، وسهلة جدا وسريعة. بس المهم ان احنا نظبط المقادير بتاعتها عشان تطلع معانا كويسة. ممكن نتقل القهوة على حسب بقى رغبتك. في ممكن احط بدل ما انا حاطة مثلا معلقة واحدة بس نسكافيه بلاك، ممكن احط معلقتين. على حسب بقى الرغوه اللي انتوا بتفضلوا. يعني بصوا هتلاقوا 3/4 عندي لبن، والربع بس هو النسكافيه. بس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه.